السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي، أهلا وسهلا بكم. والنهاردة هنحل مع بعض اختبر نفسك على الدرس الأول، وطننا العربي، الموقع والأهمية، في كتاب الأضواء صفحة 22. أولا لو أنت لسه جديد معانا وأول مرة تشوفنا، يا ريت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس على الكل ليصلك كل جديد. كمان ما تنساش تدعمنا باللايك، شير الفيديو مع أصحابك لكي نستمر. السؤال الأول: ألف أمامك خريطة صماء الوطن العربي، يكتب ما تدل عليه الأرقام. واحد، البحر. رقم واحد اللي في شمال الوطن العربي ده البحر المتوسط، يبقى واحد البحر المتوسط. اتنين، المحيط اللي في الغرب ده المحيط الأطلنطي. تلاتة، الصحراء. رقم تلاتة ديت الصحراء الكبرى، يبقى تلاتة الصحراء الكبرى. أربعة، مضيق. رقم أربعة ده مضيق جبل طارق، يبقى أربعة مضيق جبل طارق. بيجب عن الأسئلة الآتية. واحد، وضح توجد عدة خصائص تشترك فيها الدول العربية. الدول العربية بتشترك في عدة خصائص، وهي اللغة الواحدة اللي هي اللغة العربية، والعادات والتقاليد والتاريخ المشترك. يبقى الوطن العربي بيشترك في عدة خصائص، وهي اللغة الواحدة، العادات والتقاليد والتاريخ المشترك، والمكان الواحد. اتنين، بما تفسر للوطن العربي أهمية دينية كبيرة. هقول له لأنه مهد الديانات السماوية الثلاثة، يبقى مهد الديانات السماوية الثلاثة، اليهودية والمسيحية والإسلام، ووجود الأماكن المقدسة مثل الكعبة المشرفة والمسجد الأقصى وكنيسة القيامة في فلسطين. يبقى الوطن العربي أهمية دينية، أقول له لأنه مهد الديانات السماوية الثلاثة، اليهودية والمسيحية والإسلام، ووجود الأماكن المقدسة مثل الكعبة المشرفة في السعودية والمسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة وكنيسة القيامة في فلسطين. السؤال الثاني: اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة. واحد، يحد الوطن العربي من جهة الشرق جبال طروس، ديت طبعا خطأ، لأن يحد الوطن العربي من جهة الشمال جبال طروس، أما من جهة الشرق عندي جبال كردستان وجبال زاجرس. اثنين، يمتد الوطن العربي في قارتي آسيا وأفريقيا، ديت صواب. الوطن العربي بيقع وسط قارات العالم القديم آسيا وأفريقيا وأوروبا، وبيمتد في قارتين هما آسيا وأفريقيا. 10 دول في أفريقيا و12 دولة في آسيا. 3، نشأت على أرض الوطن العربي العديد من الحضارات القديمة، منها حضارة اليمن، ديت صواب. حضارة اليمن، حضارة بلاد الشام، والحضارة المصرية القديمة، وحضارة بلاد العراق. 4، يحد الوطن العربي من جهة الشمال المحيط الأطلنطي، خطأ، من جهة الشمال البحر المتوسط، أما المحيط الأطلنطي ده في جهة الغرب. 5، تقع دولة ليبيا في الجناح الإفريقي للوطن العربي، ديت صواب. عندي دول الجناح الإفريقي: مصر، ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، موريتانيا، السودان، جيبوتي والصومال، وجزر القمر. السؤال الثالث: اختر الإجابة الصحيحة مما بين الأقواس. 1، توجد الوطن العربي أماكن مقدسة ذات أهمية دينية كبيرة، مثل كنيسة المهد في دولة دولة فلسطين. 2، أصغر دولة الوطن العربي مساحة هي دولة البحرين. 3، تشرف دولتها جيبوتي واليمن على مضيق عربي خالص، هو مضيق باب المندب، تشرف عليه دولتين عربيتين هما دولة جيبوتي واليمن.
بما النتائج المترتبة على قيام حضارات قديمة على أرض وطننا العربي. أدى ذلك إلى زيادة الأهمية الحضارية للوطن العربي. أدى ذلك إلى زيادة الأهمية الحضارية للوطن العربي. أدى ذلك إلى زيادة الأهمية الحضارية للوطن العربي. يبقى أدى إلى زيادة الأهمية الحضارية للوطن العربي. يبقى أصبح الوطن العربي أهمية حضارية. يبقى أصبح الوطن العربي أهمية حضارية. 2. تحكم وطننا العربي في ممرات مائية هامة جعل له أهمية كبيرة وقت الحروب والصراعات الدولية والتحكم في طرق التجارة العالمية. أدى إلى تحكمه في طرق التجارة العالمية وجعله ذا أهمية كبيرة وقت الحروب والصراعات الدولية. يبقى الوطن العربي لما تحكم في ممرات مائية هامة أدى إلى تحكمه في طرق التجارة العالمية وجعله ذا أهمية كبيرة وقت الحروب والصراعات الدولية. يبقى الوطن العربي لما تحكم في ممرات مائية هامة أدى إلى تحكمه في طرق التجارة العالمية وجعله ذا أهمية كبيرة وقت الحروب والصراعات الدولية. يبقى الوطن العربي لما تحكم في ممرات مائية هامة أدى إلى تحكمه في طرق التجارة العالمية وجعله ذا أهمية كبيرة وقت الحروب والصراعات الدولية. وبكده نكون وصلنا لنهاية حل اختبار على الدرس الأول. أشوفكم في فيديو جديد. كان معكم معلم خبير في مادة دراسات اجتماعية مستر أحمد زغلول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.